بيدري، الصبي الذي يلعب وكأنه عائد من المستقبل. هناك لاعبون تكتشف موهبتهم مع الوقت، وهناك من يحتاجون إلى سنوات لصقل مهاراتهم. لكن هناك فئة نادرة، أولئك الذين يولدون وكأنهم لعبوا هذه اللعبة من قبل أن يولدوا أصلا. بيدري واحد من هؤلاء، صبي يلعب بعقلية رجل خبر الملاعب لعقدين، يتحرك وكأنه قرأ المباراة قبل أن تبدأ، يمرر وكأنه يرى المستقبل قبل أن يحدث. قالوا إن الذهب ارتفعت قيمته، وكأن ذلك يعنيني. لا يدرك القائلون أن هناك ما هو أثمن من الذهب نفسه ما دامت قيمتك ثابتة يا بيدري. فما شأننا بتقلبات الأسواق؟ كتبت عنك منذ أن رأيتك أول مرة، ولا زلت أكتب حين هبط مستواك. وقفوا ينتظرون سقوطك، طالبوني بأن أنضم إلى أصواتهم، لكني لم أفعل، لأني أعرف أنك لست لاعبا عابرا، ولست مجرد موهبة عادية، بل قطعة نادرة في وسط ملعب نادي برشلونة. لاعب لا يكتفي بأن يكون جيدا، بل يجبرك على أن تراه مختلفا، ذكي وحاذق ورزين، لا يخاف الضغط، لا يهرب من المباريات الكبيرة، بل يكون أكثر راحة حين تتعقد الأمور. تضعه تحت المراقبة اللاصقة، سيرسل تمريرة بين الخطوط لم تكن في حسبانك. تظن أن الفريق محاصر بلا حلول، بيدري سيرى المخرج قبل أن تدرك أنك عالق. حين كان برشلونة في أدنى فتراته، حين تخلى الجميع عن الحلم، كان هناك لا يتحدث كثيرا، لكن قدمه تتحدث بما يكفي. لاعب يرفع رأسه، يرى أبعد من غيره، يفكر أسرع، يلمس الكرة وكأنه يعيد التوازن للفريق بأكمله. بيدري، لو لم أكن أعرف عمره لقلت إنه لاعب تجاوز 30، يلعب بثقة غير ما يكتسبها اللاعبون لسنوات. ربما يستعد لعرض كبير من دوري روشن، لكنه لا يزال صغيرا، وما زال أمامه سنوات ليصنع تاريخا من ذهب، لأنه ببساطة الصبي الذي يلعب وكأنه عائد من المستقبل.